كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، واخذل من خذله، وانصر من نصره. عليك انك تعلم لو كان هذا الحديث صحيح ان الله نصركم، ان الله نصر من والوا علي بن ابي طالب. اولا قال اذا كنت مولاه فعلي مولاه بمعناته الخلافه، فكيف الله لم ينصر اهل البيت؟ وهذه مغالطه للقران، لان القران يقول انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، بل هنالك انبياء ماتوا مذبوحين ولم ينصروا، ويحيى مات مذبوح ولم يؤخذ بثاره الى هذه الساعه. هل نقول الله خذل يحيى لان يحيى مات بموت بشعه؟ سقطت روحه القران. لا يلزم، لا تقاطع، لا يعني بمعناته انه نصره انه لم يكن الامام معرض للبلاء ومحط بلاء، بل هو صاحب النصره الولايه طالعه من عنده. الله صاحب النصره ما عنده ولايه على البشر ببعض البشر، وان ابليس تسلطت ولايته على البشر. هم نجي نقول له انصر روحك الا تنصر الانبياء والمرسلين، هو ابليس ماخذ ولايه على البشر.